بصوا شتا 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 شتا. الدنيا عمالة تشتي يا جماعة. خير والله، الشتا ده بيبقى خير أصلا من عند ربنا، وكل اللي عايز حاجة يدعيها كده ويتمناها كده من ربنا إنه تتحقق له يعني كده. مش عارفة سامعين سامع الأي، مش عارفة سامعين صوت الشتا بقى ولا ايه. عايزة اقول لكم ان الشوارع بقى عندنا متبهدلة والأرض حايسة بصراحة، كلها مية بقى يعني كده. ادعوا بقى كده ان ربنا يرفع عننا الوباء والبلاء دوت كده من عنده يا رب، وكل اللي عايز حاجة. انا بص والله ابني هو واقف بيدعي لباباه. كل اللي عايز حاجة باب السما بيكون مفتوح أثناء ما بتبقى الدنيا بتشتي. فكل اللي عايز حاجة يدعيها كده من ربنا كده، ويدعي بقى من كل قلبه كده من ربنا، وربنا يحقق لكل واحد حلم يا رب، وربنا يشفي كل مريض ويعفي عن الناس كلها ويعفي عن أمة محمد يا رب، ويحفظ مصر وأهل مصر واللي بره مصر وخارج مصر وربنا يشفي كل مريض يا رب. كل واحد عايز حاجة ربنا يحققها له يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. شايفين الدنيا عاملة ازاي؟ بصوا بقى، بصوا المية نازلة ازاي من كل حتة. بصوا كمان الشارع هناك، بصوا الدنيا غرقانة يعني والله. يعني انا مش عارفة على كده اسكندرية عاملة ازاي دلوقتي بقى، على كده تلاقيها غرقانة اكتر من كده. بصوا المية، الأطفال بقى بتجري في الشارع، اللي راجع من المدرسة واللي راجع من الدرس، فبيجروا بقى عشان يروحوا بيوتهم يعني بقى وكده. بصوا شايفين الشتا؟ خير يا جماعة، خير من عندي. بس أنا بحب إن أنا أطلع إيدي بره كده بقى الشباك وأفضل أدعي بقى يعني كده. بس المية أصلا كمان على إيدي ازاي، الأذان بيأذن، الظهر كمان بيأذن. الله أكبر الله أعظم. بصوا عيالي أول ما بيسمعوا صوت الأذان بيقولوا الله أكبر الله أعظم ويدعوا بقى لباباهم. خير خير خير. يلا بينا بقى كده ندخل جوه ونشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات يوميات زوزو. بس قبل ما نبدأ نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين الملك الأعلى إلى يوم الدين. اللي لسه ما اشتركش بقى في القناة ينزل تحت يشترك حالا فضلا وليس أمرا، هيلاقي كلمة اشتراك باللون الأحمر هتدوسوا عليها، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم كل جديد وكل فيديو أنا بنزله. شكرا بجد لكل اللي بيدخل معايا القناه جديد من بره مصر وجوه مصر، وجودكم دايما على راسي من فوق، ودايما القناه تكبر بيكم ان شاء الله. طول ما انتم بتدعموني دايما القناه تكبر بيكم. هقول لكم بقى يا صباح الورد والفل والياسمين، عشان كنا احنا لسه صاحيين، وطبعا انتوا شفتوا في اول الفيديو كانت الدنيا عامله. بصوا ازاي انا اصلا صاحيه على صوت الشتاء والدنيا هي عماله تشتي يعني وكده. النهارده بقى روتين خفيف سهل وكمان وبسيط. الفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله بجد هيعجبكم. مش هنشيل سجاد بقى، هنرحمكم شويه ونشيل السجاد. النهارده بقى هنعمل اكلات كده حلوه وسهله وبسيطه معاكم، وهنروق برضو ايه حاجات برضو سهله وبسيطه معاكم يعني وكده. اول حاجه حبيت ان انا ابتدي بيها، عملت عناب، لاني طبعا ايه الشتاء بقى انتوا عارفين الواحد عايز يشرب حاجات سخنه كل شويه. ينسون، الحلبة، النعناع، العناب، شاي بلبن، نسكافيه، الكوفي ميكس، يعني المهم الحاجات دي. بس طبعا الافيد للاولاد والاطفال اللي هي بتبقى العناب والحلبة واليانسون والكراوية والكلام ده كله. لكن لينا احنا بقى يا كبار بقى اللي بيحب يشرب النسكافيه، الكوفي ميكس، اللاتيه، الكابتشينو، القهوه، الكلام ده كله. فانا بقى بصراحه عشان انا بحب العناب بصراحه، فعملت لينا 3 كوبايات كده، كوبايه ليا وكوبايه لعدي وكوبايه للؤي. فطبعا انا الحمد لله صاحيه الصبح وانا مطبخي نضيف وزي الفل، لان انا مبيتاه من بالليل اصلا. مبيته من بالليل المطبخ والشقه عندي كله تمام، يعني يا دوبك بس ايه اروق السراير يعني وكده.
بس هتشوفوا دلوقتي كمان المطبخ عندي نضيفه زي الفل. بصوا كمان الحوض بصوا ناشف، لان انا مش غاسله حاجه ولا عامله اي حاجه. يا دوبك انا صحيت بس كده عملت ايه عناب كده ايه حاجه يشربوها، عشان خاطر كمان اولادي ايه تعبانين يعني وكده، محتاجين ان هم كمان يشربوا ايه حاجات سخنه كل شويه. بصوا كمان الرخامه نضيفه وبتلمع زي الفل. اللي كمان الفيديو ده مش مجرياه ولا اي حاجه، عشان الناس اللي ما بتحبش ان انا اجري الفيديو، والله بالعظيم بيبقى غصب عني. ليه؟ لان انا بيبقى في يوم باجي امسك اوضه النوم باوضه الاطفال باوضه المعيشه والطرقه والمطبخ، باجي اكنس الشقه كلها مره واحده. فما بعرفش مثلا ان انا اقسم لكم الفيديو مثلا على، يعني بعرف اقسم لكم الفيديو على جزئين بس بحب ان انا اضيف اليوم كله اللي انا قضيته في شقتي، بحب ان انا اضيفه معاكم من غير بقى ما اقسم الفيديو على جزئين وكده. فبيبقى غصب عني عشان ببقى مجريه الفيديو يعني على الاخر. طالما انتوا بقى مش حابين ان انا اجري الفيديو، يبقى مثلا هصور مثلا عادي كله في يوم واحد، بس هقسم لكم الفيديو على جزئين يعني وكده، طالما انتوا مش حابين ان انا بجري الفيديو. بس بصوا بقى كده، ده بقى بعد ما شربنا العناب وكنا بقى ارتحنا كده. يعني الواحد بقى انتوا عارفين بقى ايه، اول ما بيقوم كده بيغير لاولاده وبيشطفهم ويتوضى ويصلي وكده، وشربنا العناب فقمت بقى اروق عشان خاطر السرير بتاع ايه بتاع اولادي يعني وكده. روقته يا دوبك، هو السرير بس كان عايز يتروق وكان يتعدل يعني بس. بس يا دوبك زي ما قلت لكم السرير هيتروق ويتعدل بس كده، لان هو اصلا ايه الاوضه نظيفه يعني عامه. احنا لسه كنسينها في الفيديو بتاع امبارح، والاوضه نظيفه والارضيه نظيفه ما فيهاش اي حاجه، مفيش غير السرير بس ان هو يتروق والبطانيه تتطبق، واحنا ده عملناه. هنا بقى وانا بروق لقيت الدبدوب عيالي فاتحين السوسته بتاعته، فقمت جيت قفلتها. هظبط بقى الستاره يعني افرشها حلو بقى من هنا ومن هنا. طبعا عايزه اقول لكم ما كانش فيه شمس لان الدنيا كانت مغيمه جدا، وتحس ان يعني ايه النور مطفي شويه عشان كانت الدنيا عماله تشتي بقى مش مبطله شتاء. هو عامه الشتاء خير يعني وكده اهوت بيبقى حلو. يا بخت بقى اللي بيفضل يدعي بقى كده في اوقات الشتاء، يدعي بقى ان ربنا يسهلها عليه، ان ربنا يشفي كل مريض ويرحم جميع اموات المسلمين، ويحفظ مصر واهل مصر وناس مصر، ويهدي امه محمد كلهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا قلت لكم حتى لو انا الشقه عندي نظيفه، واصلا لو الشقه حتى مش عايزه تتكنس ولا حاجه، بس لازم التعقيم ده شيء اساسي كل يوم. شلت بقى الدباديب من على السراحه اللي هي ما بين السريرين دي كده يعني. بس هرش بقى كده بالبخاخه عندي بالميه والخل. خليكم بصوا حافظين لما اقول لكم تعقيم على طول يبقى هو ميه على خل على طول. البخاخه بتجيبيها بتحطي فيها ميه وبتحطي فيها نص كوبايه خل يعني كده، وبتعقمي يعني بيها يعني وكده. بس عقمت بقى السراحه كده زي ما انتم شايفين. ورحت بقى هنا بصراحه عشان اعلق الجاكيت بتاع ابني بصراحه ايه، كنا الصبح بقى احنا ساعتها وكان راح ياخد الابره لان هو تعبان، ففي اليوم بياخد فيه ابرتين، ابره بالليل وابره الصبح. فكان لسه جاي من بره فقلع الجاكيت بتاعه وحطه على السرير، فانا رحت علقته له يعني وكده في الدولاب عشان يبقى حتى السرير التاني برضه يبقى نضيف. ما روقتش السرير التاني لان هو عامه قلت لكم نضيف اصلا، الاوضه ما فيهاش حاجه، وعدي ولؤي بيناموا على سرير واحد يعني وكده. هنا بقى كنا خدنا بريك ورحت بقى عشان خاطر اعمل الغدا. يا ترى بقى هنتغدى ايه النهارده، هنعمل ايه؟ بصوا كمان شايفين هعمل الغدا. المطبخ كان عندي نظيف. بصوا البوتاجاز اصلا بيلمع، يعني انتوا لو هتاخدوا بالكم بصوا شايفين البوتاجاز ازاي. قولوا لي شايفينها، قولوا لي شايفينها عشان احس ان انتوا بتتفرجوا كده عليا وان انتوا بتشجعوني بقى وكده. بس طبعا النهارده هنعمل سمك ورز وسلطه وطحينه وكل حاجه هعملها بطريقه حلوه. اتفرجوا بس على الفيديو للاخر وان شاء الله بجد هيعجبكم. وما تنسوش اللايك وكومنت عشان تشجعوني بيه. جبت الحله بقى بتاعتي على النار وحطيت فيها نسبه صغيره من الزيت، وطبعا كنت فارمه بصل بقى في الكبه بصراحه، لاني فارمه ايه 3 4 بصلات حلوين كبار كده عشان خاطر اعمل بيه ايه رز صياديه. فانا قلت بصراحه ايه لو فضلت اعمله في ايدي كل ما باجي اقطع البصل بصراحه عيني بتدمع بصراحه، لاني ايه الحساسيه عندي ومش بستحمل. فانتوا ممكن تكونوا شايفين البصل ده كتير كمان في الحله، بس هو لما بيتحمر كده اهوت وتيجي بتقلبيه ويتحمر بتحسي ان هو قل بعد كده. بس هفضل بقى اقلب في البصل لحد ما اقلب فيه لحد ما الاقيه ايه خد لون معايا. هتفضلي تقلبي فيه هتفضلي تقلبي فيه عشان ما يتحرقش معاكي. يا اما لو مش عايزه تفضلي واقفه كده وتقلبي فيه توطي النار وتخليها زي الشمعه. طبعا انا هنا بقى ايه كنت موطيه النار، قلت لحد ما اغسل الكوبايات اللي هي اللي احنا شربنا فيها العناب، واغسل كمان الكبه اللي هي اللي عملت فيها البصل. قلت عشان ما ايه ما كومش مواعين عليا، عشان كنا بحضر في الغدا يكون برضو المطبخ عندي نضيف يعني وكده ما يكونش سايبه فيه مواعين.
جبت بص البصل بقى، يعني دي بصراحة افضل واحسن طريقة للرز الصيادية. ازاي يا زوز ده؟ بصي البصلة، اللي بيحب الرز بتاع الصيادية غامق خالص بتسيبي البصلة بتغمقيها اكتر من كده، بس انا ما بحبوش كده. لما البصلة بتغمقيها وتحمريها جامد البصلة بتمرر معاكي، فانا بصراحة بخليها تاخد اللون الذهبي الحلو. والتكاية بقى دي من عندي كمان، دي بصراحة والله العظيم يعني وانا واقفه كده فقلت بصراحه اجرب ان انا اعمل حاجه زي كده، وجربتها لقيتها طعمها جميل جدا. الرز الصياديه بقى بعمل ايه وانا بحمر في البصله؟ بجيب معلقتين صويا صوص اللي هو بتاع المشويات واللي هو بتاع الاسماك يعني وكده، وجبت اللي هو دبس الرمان، وحطيت من كل حاجه ايه 3 معالق كده ايه كبار بس. وهبتدي بقى ان انا اقلبهم مع البصله يعني كده، يعني حطيت البصل والصويا صوص والدبس الرمان، وكمان لو معاهم معلقه توم بقى ايه، معلقه توم كبيره كده حلوه مفرومه. يا سلام بقى، وتاكلي بصي احلى رز صياديه والله العظيم. جربوا الطريقه ديت على ضمانتي وهتعجبكم جدا جدا جدا. طبعا هنا بقى خلاص بعد ما قلبتهم كويس هجيب بقى ايه، هجيب الملح بتاعي. عشان لو في بنات بتتفرج عليا ولسه مبتدئه يعني، خليكي عارفه تحطي الملح قد ايه. مثلا على الرز، كيلو الرز بياخد معلقه ملح، يعني لو هتعملي كيلو رز حطي عليه معلقه ملح، نص كيلو رز تحطي نص معلقه ملح. في ناس بتحط بالبركه وفي ناس بتحب تعاير يعني تبقى بالظبط عشان المقادير تبقى بالظبط. انا ساعات يعني بحط ببركه ربنا، وساعات ببقى في حاجه مثلا عشان عايزاها تطلع مظبوطه بخلي المقادير بتاعتي تكون بالظبط يعني وكده، وبالجرام وبالسنتي وبكل حاجه كده. بقى انا قلبت الملح، هجيب بقى ميه كده، ميه سخنه، ميه من الحنفيه من الفلتر يعني اللي عندك. طبعا انا بصراحه كان شغلي بيبقى بالكتل، بس عشان الكتل عندي ايه اتحرق يعني وكده، بس ان شاء الله يعني هجيب واحد في اقرب وقت. بس ففضيت ميه بقى كده عندي من الحنفيه، وهسيب بقى كده اقلب بس كده تقلبتين كده كمان. طبعا بتحطش ميه قد ايه يا زوزه؟ بتحطش الميه على قد الرز برضو. لو انت خايفه تزودي الميه عايري معاكي، شوفي كام كوبايه رز وحطي عليهم كام كوبايه ميه. يعني لو 4 كوبايات رز هتحطي عليهم 4 كوبايات ميه. ماشي، وصلتوا معايا هنا بقى لحد كده؟ كده بقى انا قلبت البصله كده خلاص بالميه، هسيبها لحد ما تغلي اهو كده. بقى سيبناها لحد ما غليت معانا، هننزل بقى بالرز بتاعنا. ادي الرز اهو احنا غاسلينه ومظبطينه ومنقيينه وبقى زي الفل تمام وبقى معانا حلو. هقلبه بقى كده كمان عشان بقى ايه يكون متساوي بقى معايا في الحله يعني وكده. هفضل اقلب فيه بس كده وهغطيه يعني على طول، وهخلي النار بتاعته عاليه. اول ما الرز يبتدي يتشرب معايا والرز يشرب الميه كلها، هبتدي بقى ان انا ايه اوطي النار خالص، اوطي النار اخليها زي الشمعه. هنا بقى كنت بوريكم بصوا، يعني انا بعمل في الرز وبعمل كل حاجه، والرز عملته وكنت غسلت الكبه بتاعه البصل وغسلت الكوبايات اللي احنا شربنا فيها العناب. بصوا بقى كده هنا الرز الميه بقى شربته، يعني هو كده الرز اتشرب. اوطي بقى النار عليه واخليها زي الشمعه بالظبط عشان ما يتحرقش من تحت وما يتلسعش ويبقى بصوا ينس كده براحته ويستوي براحته. هنا بقى جبت الطحينه بتاعتي اللي انا هعملها، جبت بوله صغيره كده، طبق يعني ازاز كده حلو، وحطيت فيه الطحينه اللي انا هعملها. انا بصوا بحب ان انا اعمل على القد، يعني ساعات ايه بعمل اكل، لو طبيخ بعمل اكل على يومين، لكن لو حاجه اسماك زي كده هي يوم يعني وكده. جبت بقى الطحينه، حطيت عليها الملح وحطيت عليها الشطه لو بتحبي الحاجه حاميه يعني وكده وحطيت كمون، وهحط نص ليمونه وكمان معلقتين خل وفصين توم. بس الطحينه ما بتاخدش حاجه غير كده. حابه بقى ان انت بقى تبشري خيار، تبشري جزر، براحتك. يعني انا بصراحه الطحينه برضو ليها كذا طريقه، مره بحب كده ومره بحب كده. طبعا احنا بصوا حطينا ايه على الطحينه، ملح، كمون، شطه، نص ليمونه، معلقتين خل. هقلب بقى كل الحاجات دي اللي احنا حطيناها فيه، هقلب. بصوا اصلا الطحينه تقيله معايا زي ازاي. انت بقى عايزه تخففيها، خففيها بالزبادي احسن حاجه، بس انا عشان ما كانش عندي متاح الزبادي فهخففها عندي من ميه. احط بقى كده شويه ميه وافضل اقلب، احط شويه ميه وافضل اقلب لحد ما توصلي للسمك اللي انت عايزاه. يعني ايه السمك؟ يعني لو بتحبي الطحينه تقيله خفيفه كده اهوت، انت كل ما بتحطي الميه وتقلبي تحسي ان هي بتتقل كمان. فبرضو ما تزوديش ميه كتير مره واحده عشان ما تبقاش مثلا الطحينه خفيفه خالص وما تعرفيش تاكليها. يعني وانت بتاكلي ممكن ما تبقيش عارفه تاكلي الطحينه من كتر ما هي يعني ايه خفيفه يعني وكده.
بصوا بصوا انا عامله ازاي، هوريها لكم دلوقتي في الاخر خالص عامله ازاي كده. بصوا انا قلبتها، فصلت بس الكاميرا عشان قلت ما اطولش عليكم. ده السمك بقى اللي انا عايزاه. بصوا حلو ازاي، منين ولا هو تقيل ولا خفيف، هو حلو وشكله ايه السمك بتاعه يعني كده حلو. جبت بقى الطبقين اللي انا هقدم فيهم، اللي احنا هنتغدوا فيهم، وهقسم الطحينه اللي عندي على طبقين، هما يا دوبك هيكونوا طبقين يعني وكده. طبعا اللي في الطبق دي بقى بهارات اللي احنا حطيناه، الكمون والشطه والملح، وكنا كمان حاطين فصين توم بس حطيتهم بعد كده يعني ايه، نسيت احطهم قدام منكم. وحطينا نص ليمونه والخل. ادي كده الطحينه خلصت. احنا قلنا عبال ما الرز بقى كده يتشرب نجهز الحاجه بتاعتنا يعني كده اهوت على طول. كده الطحينه خلصت خلاص، هركنها بقى على جنب. بصوا بقى جمال الخضره والطماطم وهي الحاجه مغسوله. بصوا مخليه الحاجه تنور كده. حتى الخضره بغسلها وبحطها في بوله فيها ميه كده وبالخل عشان برضو ايه تبقى حلوه يعني وكده. بس كده بقى كنت قطعت السلطه بقى هنا اهوت خلاص. قلت برضو ايه اقدمها معاكم برضو ايه في الاطباق. عايزه اقول لكم الاطباق دي بتبقى شكلها حلو في التقديم جدا في السلطه يعني وكده، او في الطحينه وفي الكلام ده كله. بس انا قلت عشان برضو يبقى اشكال، يبقى ما عندي برضو الاطباق المدوره والاطباق الطويله. كده بقى خلاص حطينا السلطه والطحينه، نروحوا بقى نشوفوا الرز ونشوفوا جمال الرز قد ايه هو مفلفل وجميل. بصوا الرز، وهنقدموه كمان بشكل حلو يعني. بصوا بيقول لكم العين بتاكل قبل البق. طبعا بحب بقى يوم الجمعه ده بيبقى بالنسبه لي يوم الروقان ويوم العيد بتاعي. الشقه فيه عندي نظيفه. طول النهار ببقى قاعده مستريحه يعني. يوم الجمعه دوت بيبقى الراحه بتاعي، يا دوبك بس الغدا وغسيل المواعين ترويق السراير، حاجات بسيطه غير روتين بقى كل يوم كنس الشقه والكلام ده كله يعني وكده. بصوا بقى القلوب ديت اللي انا بعمل فيها الرز دي، انا كنت لسه شاريها معاكم في فيديو في فيديو نزلته لكم. القلوب دي القلب ليه غطاه يعني، اللي هي البوله الصغيره دي بقلب ليها غطاها. كنت شاريه التلاتة ب10، حلوين جدا ونفعوني جدا بصراحه في شكل الرز يعني وكده، وفي التقديم يعني بصراحه كمان حلو. طبعا انا بغرف هنا اهوت بالطبق يعني، هحط ايه كام معلقه رز في الطبق اللي معايا اللي هو القلب دوت، واساوي الرز كده بالمعلقه او اكبسه كده بالمعلقه، وما اكبسهوش قوي برضه عشان الرز معايا ما يعجنش، عشان خاطر اعرف برضه ايه احطه في الطبق معايا يعني وكده. بصوا اهو هبتدي برضه ايه ان انا اساوي الرز كده بالمعلقه يعني وكده. عايزه اقول لكم المعالق دي كمان جميله جدا جدا ومتينه وجامده وحلوه يعني بصراحه. يعني بعرف ان انا اغرف بيها وبقلب فيها يعني وكده، النوع بتاعها اصلا حلو. بصوا اديني كده سويت الطبق يعني وكده. هتشوفوا دلوقتي. بصوا بكفي الطبق كده على بكفي القلب يعني كده على الطبق اللي انا هقدم فيه، وبيطلع بالشكل دوت، بيطلع شكله بصراحه جميل يعني كده. طبعا غرفت بقى طبقين، طبق ليا وطبق لجوزي. هجيب بقى اللي هي الايه، هدلع بقى اولادي شويه، هجيب لهم الاطباق اللي هما بيحبوا ياكلوا فيها، اللي هي الاطباق بتاعتهم اصلا دي اطباق اطفال يعني بيحبوا ياكلوا فيها وكده. وعلى فكره اللي عشان ما حدش يقول لي مثلا الرز سخن عشان البخار طالع منه وانت بتغرفي في الاطباق اللي هي البلاستيك دي، غلط. هو البلاستيك ده اللي هو انضف حاجه يعني، عادي ان انت تغرفي فيه حاجه سخنه يعني وكده. بس هغرف لهم برضو في الاطباق دي، واحط لهم برضو ايه في الجنب التاني بتاع الطبق سلطه، وبقشر لهم سمك يعني فيه يعني وكده. بيبقى الشكل بصراحه كمان حلو، الاولاد بتفرح بحاجه زي كده يعني. حتى لو الطفل مش عايز ياكل هتخليه ان هو ياكل يعني وكده. هنجيب بقى الصينيه كده اللي احنا هنتغدى عليها، واحطها عندي بقى كده على الرخامه عشان خاطر بقى اقدم فيها الاكل. قلت لكم النهارده هشارككم اليوم بتاعي واوريكم بقى احنا قضيناه ازاي بكل حاجه يعني وكده. بصوا بقى حطيت، بصوا شكل الطبق الرز وهو مرسوم فيه شكل القلب عامل ازاي بصراحه اصلا يعني. بصوا انا والله وانا بمنتج الفيديو كده شفت شكل الاكل، والله العظيم جعت يعني وكده. بجد فعلا صح، العين بتاكل قبل البق، فلازم برضو الشكل والتقديم والحاجات دي كلها تكون يعني حلوه يعني وكده. هحط بقى كده الطبق في النص عشان خاطر بعد عشان خاطر اعرف برضو ان انا ايه احط السمك يعني عليه. طبعا احنا بصراحة اكتر حاجة بنحبها في السمك اللي هو المشوي، بنحب السمك المشوي جدا 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 بصراحة. بس عشان كده على طول دايما بجيب سمك مشوي يعني وكده. فحطيته كده بقى في الصينية. بصوا شكل الصينية اصلا عاملة ازاي، شكلها جميل جدا ويفتح النفس بصراحة. هنا بظبط بقى في الكاميرا عشان خاطر بقى تكون جايبة الصينية كلها، وهحط السمك برضو معايا. كنت بفتح بقى هنا في الوقت دوت، كنت بفتح ايه كيس السمك عشان كده طولت عليكم.
بس عايزه اقول لكم رحت اتغديت والمطبخ عندي ما كانش فيه اي حاجه غير بقى في الاخر خالص غير الطبق اللي هو اللي كان فيه الطحينه والبوله اللي انا عملت فيها السلطه يعني وكده. ما غسلتهمش في ساعتها لان انا على طول عملت الطحينه والسلطه ورحت وغرفت الرز. لقيت جوزي على طول جاب السمك يعني وكده. فطبعا مش معقول هقول له استنى اغسل الطبقين عشان اطلع من المطبخ يكون مطبخ نضيف. سبت الطبقين زي ما هما في الحوض. قلت هنتغدى واغسل بقى المواعين بتاعه الغدا واغسل اللي هي البوله بتاعه السلطه والطبق الطحينه الكبير اللي كانوا في الحوض. هغسلهم بقى كلهم مره واحده دلوقتي وهتشوفوا ان المطبخ بتاعي هيكون نضيف وزي الفل. جيت بقى عندي اهوت بعد ما اتغدينا اصلا اللي بصوا البوتاجاز كان نضيف بس برضو كان لازم يتمسح مطرح ما انا عملت اللهم صل على النبي. مطرح ما عملت الشاي يعني والميه كانت بتغلي عليه ومطرح ما عملت الرز ومطرح بقى المشروبات السخنه اللي كنت بعملها طول النهار يعني وطول اليوم يعني وكده. قلت همسك برضو البوتاجاز اديله بس بصوا يا دوبك بس كده بمشي ايدي عليه بالسبونشه عشان تخليه يعني بيلمع يعني معايا يعني وكده. بصوا اصلا وقد ايه العيون بتاعته نظيفه وبتلمع يا جماعه عشان انا ايجي في الحاجه ما شاء الله على طول. يعني ما بستناش مثلا تعبانه مش قادره لا مش عارفه ايه. انا بعد كل فطار بعد الغدا يعني انا بقول لكم حتى لو بوتاجازي نضيف وبيلمع زي الفل ولو جيت سخنت عليه رغيف عيش عشان افطر بيه والله العظيم بمسك البوتاجاز بمسحه تاني عشان الرد على العيش بتضايقني كمان جدا. الرد على البوتاجاز انا اسفه اتلخبطت. الرد على البوتاجاز كمان بتضايقني جدا فبحب دايما اشوف بوتاجازي يكون بيلمع وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا جايبه ورق فويل للبوتاجاز بس لسه بقى مش هفرشه دلوقتي مستنيه بصراحه اعمل تنظيفه حلوه كده للمطبخ. بس كده بقى بصوا الفيديو بتاعنا هيكون بقى كده خلص خلاص وغسلنا مواعين الغدا بقى كده تمام. هنا بقى كانت بنت اختي عندي بقى بصراحه فعماله تعمل لكم باي باي يعني بايديها وكده. هنا بقى كنت حاطه كمان شاي على النار وجايبه كوفي ميكس ونسكافيه عشان نعمل بقى كوفي ميكس ونسكافيه ونشرب وكده الفيديو